السلام عليكم، معكم دكتور سعد. مرحبا بكم في الحلقة الثانية من سلسلة هرقاوة من بودكاست العنيف. اليوم غادي نهضروا على واحد البلاصة اللي كتجمع المغاربة كاملين، الأغنياء، الفقراء، الطلبة، التجار وحتى الوزراء. واحدة من البلايص اللي حتى هي ما كتسلمش من الكائن الهرقاوي ومصائب. هاد البلاصة كتعتبر مسرح كيبدع فيه صديقنا الهرقاوي وكيتألق بل وكيتعملق، بلاصة كيطلق فيها العنان للسياح ديالو، كيخوي فيها سمو وكيشارك أصدقائه الهرقاوة الفوضى والدمار. هاد البلاصة هي الطرقات بشتى أنواعها. راجلا كان أم سائقا ماشيا على رجليه أو راكبا على عربة ذات عجلتين 3 عجلات أو سيارة رباعية الدفع، الهرقاوي فاش كيخرج الشارع كيحس بأنه في ساحة معركة، والهدف ديالو كيولي الفوز ولا شيء غير الفوز. مرحبا بكم في حلقة اليوم بعنوان الهرقاوي في الطريق إنه قانون الغاب. الهرقاوي فاش كيخرج للطريق كيولي اللي كيشوفها ديالو واللي ما كيشوفهاش عنده فيها النص، أو على الأقل هكذا كيتخيلها. كيف شرحنا في الحلقة السابقة واللي الرابط ديالها في الديسكريبسيون الناس اللي فاتتهم الحلقة، الهرقاوي كيفكر غير في راسو. المقولة ديالو المفضلة أنا وبعد الطوفان. فاش كيكون في الطريق كيبغي يكون مركز الكون، هو البطل الأهم. أما بالنسبة للقانون فهو مجرد شكليات. ومشيو بعيد كاين الهرقاوي سيجما اللي كيمشي أبعد من هذا الشيء وكيعتبر القانون للضعفاء، ومجرد أنك تحترم القانون كيرجعك إنسان ضعيف وماشي أهل المسؤولية. المشهد الأول من الحلقة ديال الضوء الأحمر، الفروج. إلا سولتي الهرقاوي ما شفتيش الضوء الأحمر أو راك حرقتي الضوء الأحمر، كتقدر تاخذ جوج أنواع الإجابات. أولا الإجابة الفكاهية التهكمية، مثلا ورحنا غير موطور، رحنا غير طلبة أخويا، والطوب ديال الأجوبة راه ماشي شي حمورية مع شي ابتسامة عريضة. وكاين الإجابة الثانية اللي تيكون فيها شوية من العنف، شوية من ديك النغمة والنسمة ديال التهرقاويت، مثلا وانت مالك شغلك ديها في راسك خويا بوليسي. تصوروا معايا راسكم واقفين في فروج في مدينه كبيره، مثلا كازا، الرباط، فاس، طنجه، مراكش الى اخره، وفي وقت الديروان اللي الناس تيكونوا واقفين بالطوموبيلات ديالهم والشاحنات والدراجات والزحام، حتى كيجي شي واحد بشي موطور كيتعدى كل شيء، ولا شي طوموبيل او طاكسي صغير كيدوبل كل شيء في السون سانتيدي وكيحرق الضو غير بشويه زعما راني سواقي. وإلا كان شي راجل مسكين قاطع وبقى كيغوت ويهز يديه كيجاوب بكل بروده اسمح لي مزروب اخويا المسامحه، كأن ديك الناس اللي كتساين كلها مزروبهاش. ووقت ديك الهرقاوي احسن من الوقت ديالنا كاملين واحسن من الوقت ديال الناس كاملين اللي كيساين. وللاسف النهار اللي كيقيس فيه شي واحد الله يحفظ كتجي مسكين في شي راجل كبير ولا مرا كبيره ولا شي ولد صغير ما دار ليه بيدو ولا برجلو، وبعض المرات كتكون العواقب وخيمه وكيخسر عليه اسمح لي ما شتكش، وكيدخلوا الناس باش يفكوها بالرغيب. العجيب في الامر ان هذه الظاهره ديال عدم احترام التشوير كياخذوا الهرقاوي بواحد انعدام مسؤوليه عجيب. كاين اللي كاع كيقول اللي باغي يعيش في هذه البلاد خصو يعرف كيفاش يتحرك، كانه تيقول لك ان هذا الشيء اللي كيدار هو الحق وان الاخر على خطا. الى عقلتوا في الحلقه اللي دازت كنا فسرنا كيفاش ان الهرقاوي كيامن بالقانون ديالو فقط وكيعتبر القانون الاخرى عوائق ما كتخليش يعيش مرتاح في حياته. بعباره ادق، القانون عنده مجرد كماليه ماشي قاعده، مسرحيه كيخدمها قدام رجال الشرطه باش ما يخلصش المخالفات الى اخره. المشهد الثاني من الحلقه، الموتور، ذلك الصاروخ النفاث او التريبورتور، المركبه الرسميه للهرقاوي الحقيقي. اولا وقبل كل شيء اي هرقاوي محترم كيسوق موتور او تريبورتور، شابا كان ام شيخا، رجلا كان ام انثى، عنده قاعده فضيه كيطبقها واخا تكون حياته على المحك، وهي الكاسك للجبناء فقط. الا مشيتي تسولتي الهرقاوي على الكاسك كيجاوبك ياك ما كاين الحمله. بالنسبه ليه الكاسك دايروا القانون باش يبرزطوا ويشدوه البوليس ويديو له فلوس، لا اقل ولا اكثر. اصلا علاش غادي يدير الكاسك؟ اللي مكتبه مكتبه على حسب قوله. خليك من الكاسك، اجي نهضروا على السرعه. شارع ديال 40 هو كيسوق ب60، واش باقي شي واحد كيسوق ب40 اصاحبي؟ كيقولها الهرقاوي بالفخر، كيبغي يوصل لك به المستوى العالي ديالو في السياقه. اما التروطوار فبالنسبه ليه هو طريق ما مزفتش، وهو الحل فاش كتكون الدنيا عامره. حيت ما تنساش الهرقاوي انسان مشغول وما عندوش الوقت باش يساين طريق تخوى، وإلا قاش شي واحد ماشي مشكل، كلشي كيتنسى. بلا ما نهضروا على التليفون هو صايق بيدو وحده وكيراوغ السيارات ذات اليمين وذات الشمال. النهار اللي كيقيس شي واحد الله يحفظ كيقول لك مكتب الله اخويا ولا سيرونس ما كايناش والمسامحه. وقدر تجي كاع عمو ترغب الا كان الحادث خطير وفيه شي وفاه الله المستعان ولا شي هرسق به، وتقول لك وليدي مسكين تابعينه بالعين
ولكن ما تنساوش كيف قلنا في الحلقه السابقه، واحد من جذور ديال التهرقاويت هو المنزل. يعني احتمال كبير ان الام او الاب ديالو حتى هما هرقاوه، وإلا ولدهم تسبب في حادثه لشي واحد المهم عندهم يرغبوا باش ولدهم يخرج السلامات. الضحيه اخر حاجه كتهمهم. كيف قلنا سابقا الهرقاوي كيهمو غير راسو. واخر حاجه نبغي نهضر عليها واللي كتمثل الهرقاوي مول الموتور في ابهى تجلياته هو ديك الصوت اللي كيديروا في الموتور باش تولي تسمعوا على بعد كيلومتر واخا يكون سايق غير ب 20 كيلومتر في الساعه. حيت الهرقاوي ما كيهموش الناس اللي مراد وانه فيه يقروا الضعف 3 ديال الصباح، المهم عنده هو الفوضى والصداع، الضجيج، الخروج على المألوف، التهرقاويت والسيبه. المشهد الثالث من الحلقه ديالنا اليوم هو التروطوار. التروطوار عند الهرقاوي ملك له كرجل، كسائق، كبائع متجول، وحتى كمول المقهى. هذه القضيه غادي تكون كتعيشها يوميا، خصوصا الناس اللي عندهم لابوسيت ديال الدراري الصغار، ولا مساكن الناس ذوي الاحتياجات الخاصه، ذوي الهمم اللي كيتمشاو في كرسي متحرك. كتكون ماشي ما بك ما عليك فوق الطريطوار، حتى كتلقى شي واحد مخلي الشارع وحاط موبيلته فوق التروطوار، ولا شي مول الكروسه ديال الديسير شاد الطريق وإلا هضرتي معاه يقول لك بكل هرقاويه واشنو ما بغيتينيش ترزق الله، نتوما شعب حكا وكتبغيو تحقروا غير على الدرويش. وللتوضيح في هذه الجمله كيعتبر راسو هو الدرويش وكيشوف راسو عنده الحق التام باش يقطع الطريق. نذكرك ان الهرقاوي ما كيشوف الا المصلحه ديالو الشخصيه، وبلا ما نهضروا على اصحاب المحلات اللي كيديروا استغلال للملك العام وكيولي التروطوار جزء من المحل. ومن طرائف الامور مؤخرا دخلت واحد المطعم اللي باني واحد لاطيراس بزاف. الصراحه من برا ما كتبانش استغلال الملك العام حيت التروطوار كبير في ديك الشارع، فاذا بك كنتفاجئ كاين جدع ديال النخله في وسط لاطيراس لداخل وثاقب السقف ومكمل طريقه للخارج. يعني الهرقاوي مول المطعم خدا التروطوار وبنى لاطيراس على ديك النخله اللي كانت تما بكل اريحيه. والنهار اللي تجي الحمله ديال الترياب كيخرجوا هرقاوي تيتبكى وتيقول لك لا كيفاش حنا سنين وحنا هنا، واليوم جايين يهدموا لنا هذا الشيء وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن سيدي العزيز راك كتخالف القانون، وماشي حيت انت كتشوفها مزيانه راه فعلا مزيانه. يا الهرقاوي اجي نمشي مع شهاده واحد البوليسي على الكائن الهرقاوي في نقاش مع واحد السيد اللي هو شرطي. قال لي بكل صراحه المشكل ماشي القانون ولكن التطبيق. الا وقفتي واحد داير مخالفه كيولي يرغب ويقول لك راه الظروف وشوف كيف دير. وللاسف الكثير من الهرقاوه كيبغيو يلتجئوا للرشوه واخا يعرف يعطي مبلغ الغرامه ولا مبلغ قريب من الغرامه، ولكن المهم يتسمى ما كيحترمش القانون. وزاد قال الا جينا نطبقوا القانون بحذافيره راه مصيبه، من الكاسك للسمطه للتريونغ ولا ما نهضروا على الستوبات والتشوير الى اخره. المشكل للاسف ماشي في القانون وماشي في الطريق وانما في العقليه. دائما هضرنا على المشكل ديال الهرقاوه في الطريق، شنو هو التحليل الحقيقي لهذه الظاهره المؤرقه واللي صراحه كتعصب؟ علاش الهرقاوي كيبدع في الفوضى في الطريق؟ بالنسبه ليا كاين 5 ديال الاسباب رئيسيه، وهذا وجهه نظر شخصيه ومنظوري الشخصي. اولا كنظن ان الهرقاوي كيعيش واحد المنافسه حيوانيه. الهرقاوي كيتنافس في خرق القانون حيت كيظن انه كيثبت الوجود ديالو، والمشكل انه مقتنع فاش كيدوب في الطريق راه دار انجاز، وانك انت اللي كتحترم القانون مجرد كليميني ضعيف الشخصيه. الطريق عند الهرقاوي بحال الغابه، الاقوى هو اللي كيفوز والضعيف كيبقى كيتفرج. ثانيا دائما من وجهه النظر ديالي الهرقاوي عنده غياب الثقه. الهرقاوي ما كيثقش في الضوء، ما كيثقش في القانون، كيظن انه الا احترم القانون واحد اخر هرقاوي اكثر منه ما غاديش يحترمه وبلاتي غادي يسبقه. وكيف قلنا الهرقاوي الهدف ديالو هو يكون هو الاول ويفوز، فاش كيسبقوه هرقاوي واحد اخر كيتصدر. فهذا الشيء جاي من نتيجه ديال التسابق نحو الفوضى والعشوائيه. السبب الثالث هو غياب العقوبه الجديه. فعلا قانون السير كينص على عقوبات مختلفه ولكن للاسف ماشي ديما كتطبق، سواء نقص الموارد البشريه في بعض المناطق او لان بعض المطبقين يقدروا يكونوا حتى هما هرقاوه وكيقلبوا يدوزوا بطرق ملتويه باش الهرقاوي كيكمل في عمله. بزاف كيدوزوا في الضوء الحمار ولكن قليل اللي كيتشدوا، بالتالي كيتعاود هذا الشيء. كاين مشكل اخر اللي هو اصحاب الماطور والتريبورتورات كيشكلوا خطر على الطريق وفي طريقه السياقه ديالهم تقدر تشكل خطر على حتى رجال الامن. وفي ديك اللحظه اللي الهرقاوي كيدير شرع يدو، رجل الامن ما يمكنش يخلي البوست ديالو يتبعو وسط الدروبه، الشيء اللي يقدر يعرض حياته وحياه المواطنين للخطر. رابعا ثقافه انا قبل الجميع او انا ومن بعد الطوفان. الهرقاوي خصو يربح ويسبق، ما كيهموش انت، ما كيهموش الاخر، ما كيهموش القانون، ما كيعرفش يوقف ويدوز في الصف، خصو لازم يسبق. وخامسا هو الاخير التربيه.
فاش يكون الاب، الام، الاخت، العم، العمه، العائله ككل هرقاويه، هادشي كيزيد يكبر امكانيات ان الاطفال يكونوا هرقاويين. كيوقفوا في الزنقه بالاحترام، كيسوقوا بالاحترام، كيهضروا بالاحترام. وزائد على ذلك ان هاد العائلات كيولدوا يطلقوا للشارع وما كيربيوش الاحترام. والا بغينا نهضروا على الحلول صراحه، خصنا نسولوا راسنا واحد السؤال اللي مهم، وهو كيفاش نرجعوا طريق امنه وخاليه من التهرقاويت. اولا بالنسبه لي تطبيق القانون بلا استثناء وبصرامه شديده. الهرقاوي كيخاف ما كيحشم، وكاين نوع من الهرقاوه اليوم بحال الكامون، الا ما حكيتيش ما يطلقش الريحه. يعني لازم عقوبات جزريه قويه وتعطى بها المثل باش الهرقاوي يولي يرد البال. حيت الا جيتي تشوف فاش كنهضروا على القانون راه صعيب توصل للاحترام، وهذا الشيء حتى في الدول المتقدمه القانون كيتميز بالردع. وفاش كيكون الردع الانسان كمخلوق كيخاف قبل ما يحترم. خصوصا نحيدوا عقليه هذاك ولد فلان نخليه والاخر نطبق عليه العقوبه. المساواه في الطريق خصها تكون مساواه في الاحقيه والمساواه في العقوبه، حيث خطا بسيط كيؤدي في البقاء على قيد الحياه او وفاه شخص او اشخاص. ثانيا، واخا كتبان لي صعيبه تعطي نتيجه، وعلى الاقل نتيجه مباشره، خاص يتزادوا عدد الحملات التحسيسيه، ولكن يكون فيها شيء من الابداع في الطريقه. مثلا مشاريع صغيره في المدارس، ورشات عن السلامه، مسرحيات، وحتى تحديات للشباب. هذا الشيء كيتخدم على المدى البعيد. ثالثا، مواقع التواصل الاجتماعي. بدل هاد التفاهه اللي متفشيه بواحد الطريقه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي، خص خدمه كبيره، وهذا السلاح اللي خصنا نخدموا به باش نبدلوا العقليه، خصوصا الشباب متشبت بزاف، والاطفال. مواقع التواصل الاجتماعي خصنا نعرفوا ندوزوا الرسائل الحقيقيه التي تعطي القيم لهذا الشباب ولهذه الاجيال القادمه. مثلا فين ما يكون شي تصرف متهور او هرقاوي يقدر يتصور وينتشر عبر مواصل التواصل الاجتماعي، بالفعل مع احترام قوانين الشخصيه، يعني بلا ما نبينوا لوجه هذا الشخص ولا شكون هو هذا الشخص او التشهير به. الهدف هو تكون رساله توعويه باش تعمل مصلحه. رابعا، القدوه. كل واحد فينا خصو يخدم على راسه، مول الكروسه، البوليسي، البرلماني، العساس، مول القهوه، باش الاجيال تاخذ القدوه المزيانه. حيث كيف قلنا في الحلقه السابقه، الهرقاوي ماشي بالضروره هو الفقير او الضعيف، يقدر يكون لاباس عليه، يقدر يكون راجل، مراه، صغير، كبير، ولكن هرقاوي. وباش نساليو اقتراحات الحلول، كن انت المسؤول الاول. انت اللي كتسمع هذا الفيديو، انت اللي هتبارطاجي هذا الفيديو، انت اللي تعلق. خصك دير الدور ديالك باش تقضي على ظاهره التهرقاوي. النوبه الجايه فاش تكون في الطريق سول راسك، واش هاد التصرف اللي كندير دابا واش تصرف هرقاوي ولا تصرف مسؤول؟ واش كنحترم الضوء الاحمر؟ واش كنحترم التشوير؟ واش كنحترم الباساج بيتون؟ واش كنخلي الناس يدوزوا؟ واش كندير السينيال الكلينوطون ديالي باش ندوز من اليمين لليسر ولا من اليسر لليمين؟ واش كندوبل على اليمين ولا ما كندوبلش على اليمين؟ واش باغي تربح دقيقه وتخسر حياتك ولا حياه شي واحد اخر؟ في الطريق المغربيه كنعيشوا نهارنا بحال شي فيلم صراحه، بين الحوادث، المخالفات، العجب العجب، بحال شي طوموبيل هازه اكثر من الدوبل ديال الطول ديالها، وفوقها شي فوتويات وشي كراسه، وكتلقى الشيفور مخرج يدو من الباب وهاز شي كورده شادها على برا باش ديك الشي ما يطيحش. بعد النوبات هذا الشيء كيجيب الضحك، ولكن فعلا في غالب الاحيان هذا الشيء كيقدر يسبب حوادث تكون وخيمه ومؤلمه. السؤال ديال اليوم واللي غادي نطلب منك تطرحه على راسك، واش انت بغيتي تكون جزء من الحل ولا بغيتي تكون المشكل؟ واش بغيتي تكون جزء من الحل وتخلي الطريق تعكس مجتمع منظم ماشي غابه، ولا باغي تبقى هرقاوي ابا عن جد وتدوز هذا الشيء لوليداتك؟ كان معكم الدكتور سعد في بودكاست طلع النيفو في الحلقه الثانيه من سلسله هرقاوه. ما تبخلوش علينا بمشاركه الحلقه والتعليقات اللي كتساعد القناه على تغيير عقليه المجتمع نحو الافضل ان شاء الله. قبل ما تمشي ما كرهتكش تشارك معنا اغرب قصص تهرقاويت في الطريق اللي عشتيها، وخليك متابعنا باش ما تفوتك الحلقه الجايه اللي غادي تكون بعنوان الهرقاوه في الاداره، قصه حب بدون حدود. خليت لكم الراحه ونلتقي في الحلقه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.